السلام عليكم متابعي أريد الاستخارة. فيديو اليوم هو: هل حبه حقيقي أم وهم؟ نيته ومشاعره الحالية ورسالة منا إلكم. طبعا القراءة تناسب الكراش المنفصلين، أي شخص خليتوا نيتكم عليه هاي القراءة تناسب. القراءة مقسومة إلى مجموعتين على أساس أحرف الشريك أو على أساس أحرف الشخص اللي ببالكم. راح نبلش بأصحاب المجموعة الأولى وراح نشوف طاقتهم الحالية. طبعا أصحاب المجموعة الأولى أنتم حاليا مستقلين وأشخاص جدا جذابين لدرجة من تمرون أو أي مكان تمشون بيه تلفتون النظر، وأشوف كذا شخص يحاول يتقرب إلكم بس أنتم ما تنطونه وجه بسهولة. أيضا أشوف بعضكم مر بزعزعة بعلاقته مع الشريك وشاكين يعني معقول هالإنسان يكون بعلاقة ثانية مع شخص آخر. بعضكم يحس هالإنسان يكذب عليه أو يضم عنه أمور أو ما يتصرف وياكم بصراحة. علاقتكم ممكن تكون علاقة ثلاثية، وعلى الأغلب الإنسان اللي هو مرتبط به الشريك أنتم تعرفونه، وإذا ما كان هذا الشخص على علاقة ثلاثية ممكن تكون علاقتكم بها بعد مسافات أنتم وهذا الشخص. على الرغم كنتوا راسمين مستقبل وراسمين خطط لهاي العلاقة، يعني كان عندكم أمل لمستقبل كبير بهاي الشخص، وهاي العلاقة حسيتوا انه انتهت او حسيتوا العلاقة تزعزعت. يعني اذا بعدها ما منتهي علاقتكم كانت جدية، والبعض منكم خلي نية زواج ولكن فجأة كل شيء انقلب. اشوف مسافة تفصلكم عن هذا الشخص، وايضا اشوف طرف ثالث بيناتكم. مو ضروري يكون حبيب، ممكن يكون شخص من العائلة، وهالشخص مرتبط بيه مثل الحية. الطرف الثالث مرتبط بهذا الشخص مثل الحية وما يتركه، رغم هالشخص يشوف بصيص أمل والنور من خلالكم أنتم. حاسين بخسارة، ممكن خسارة العلاقة أو خسارة مشاعر وعواطف كانت بيناتكم بين هالشخص. أيضا حاسين أنه أنتم حاسين بصحوة روحية للبعض منكم. الإنسان ممكن يكون بيناتكم بلوكات وقطع تواصل، وعلى الأغلب علاقة ثلاثية، لأن الطاقة اللي ظاهرة عندي هي طاقة ثلاثية بشكل واضح. ظهرت لي أبراج هوائية ونارية ومائية، على الأغلب ظهرت لي كل الأبراج، خاصة برج الدلو بشكل واضح. علاقتكم مع هالإنسان أحسها مثل عجلة الحظ، يعني أمور حياتكم وياه يا تجي رابحة يا خسرانة، ماكو شي مضمون مع هالشخص، مثل كأنه ما تقدرون تحدون مستقبلكم ويا هالإنسان. المستقبل وياه غامض، وكأنه أنتوا رايحين وياه على المجهول. هالإنسان شخص غامض وصعب تطلع من عنده كلمة، ويمكن لبعضكم هالإنسان ما محترف إلكم بحبه بشكل صريح. أشوف البعض منكم هالعلاقة جرحتكم وتمرون بوجع جدا قوي، وحاسين إنه قلبكم انكسر من هاي العلاقة. أنتم تردون تبينون أو توضحون صورة لهذا الشخص وما تعرفون هو راح ياخذ خطوة تجاهكم. أما مشاعر الحالية لكم، هالإنسان يحس نفسه بدوامة، ساعة يحس يريد يجي وياكم، وساعة ينتظركم أنتم اللي تبادرون. بس بنفس الوقت إذا تكلمتوا وياه ممكن ما يريد عليكم. إنسان غامض ومزاجي، ما يعرف شنو يريد، ويحاول أنه يكون إحساسه مدروس وياكم، ما يريد يعرف بدون تخطيط، ما يريد يفكر بعواطفه فقط وياكم، لأن أشوف أكو شي بيناتكم يخليه ما يعتمد على تعامله وياكم على العاطفة. لا، هذا الشخص يحب نفسه، منغلق على ذاته، وممكن هالشخص انسحب من علاقة ثلاثية وفضل ما يجرحكم أو ما يجرح الطرف الآخر، أو عنده عائلة ومفضل ما يترك عائلته. هذا الشخص ما أشوف عنده مشاعر، أو على الأغلب يفضل نفسه أكثر من أي شيء. هالإنسان أشوف لازم تنتبهون من عنده. الجواب على حبه حقيقي أم وهم، هذا الإنسان أشوفه هو مو معناها ما يحبكم، لكن يحب الحب اللي أنتم منطي إليه. ممكن عنده إعجاب بكم، بس أشوفه يعني يفضل نفسه عليكم أو يفضل راحته عليكم. إنسان منغلق على نفسه، خطواته القادمة راح يبقى منغلق. مشاعره الحالية يريد يحمي نفسه من وجع القلب اللي انتبه إلى هاي العلاقة، يجرب يشوف حظه بهاي الحياة بعيد عن العلاقة. بنفس الوقت هو يحاول يوضح لكم صورة معينة بعلاقتكم ما كانت واضحة لكم. أشوفه هذا الشخص منتظركم وأنتوا تاخذون خطوة، هو ما راح ياخذ خطوة وياكم إذا كانت بيناتكم انقطاع تواصل، وحتى إذا أخذ خطوة أشوفه يريد يريح الغرور مالته. يعني إذا كان هالإنسان كل الوقت يستغل طاقتكم وعلاقتكم وياه كانت on off وأنتم دائما تستقبلونه برحابة صدر، هنا أنتم لازم تفهموه ما يصير يتصرف وياكم بهالطريقة، لأن أشوف التصرف وياكم جدا قاسي وجارح. هالشخص إنسان ياخذ ما ينطي،
وكل ما أنتم تحاولون تستمرون بحياتكم يرجع ويخليكم ترجعون إليه إنسان متعب صراحة. خلينا نشوف رسالته لهذا الشخص. رسالته يخبركم إنه يريد يتواصل وياكم، وإذا صار يتواصل وياكم وانطيتوه مشاعر وحب يرجع ينغلق على ذاته ويصير غامض، لأن هالإنسان إنسان مزاجي يتعامل بمزاجه. وقلنا الإجابة على السؤال هل الشخص حبه حقيقي أم وهم؟ صراحة أشوفه إنسان يحب مشاعركم إليه، يحب حبكم إليه، إنسان مزاجي، إنسان متعب، لازم تتعاملون وياه بمسافة وبخطط. هنا خلصنا أصحاب المجموعة الأولى. راح أبدي بقراءة المجموعة الثانية. طبعا الطاقة العامة للمجموعة الثانية، القراءة تناسب أي شخص خليتوا بالكم وصفيتوا نيتكم عليه، سواء كان كراش أو حبيب أو بيناتكم انفصال، أي شخص خليتوا نيتكم عليه. هذا الشخص أشوفه يحبكم، أشوف عندكم شخصية قوية جدا جدا، وأنتم شخص قوي، ظهر لي أبراج هوائية ومائية وترابية، وخاصة برج الدلو، الجوزاء، الثور، الميزان. أشوف العلاقة البعض منكم ممكن أنتم متزوجين، وإذا أنتم ما متزوجين أشوف هذا الشخص يحبكم وأنتم تخططون حتى تنجمعون سوا وتكونون بيت واحد. بس أشوف أكو شي صار بيناتكم، مثل اللي شغلتوا عقلكم أو هو شغل عقله، ووضحت أمور قدامكم، وبالتالي وضحت بيناتكم أمور غير عاطفية. هالأمور كانت من الأساس مضابطة بيناتكم، بس أنتم راكنيها على صفحة، رغم أن هذا الشخص أنتم عندكم أمل بهاي العلاقة، وجربتوا حتى تفكرون تحلون المشاكل اللي بيناتكم. بس هذا الشخص إنسان صارم، بنفس الوقت اللي ينطيكم بيه الحب يتحول لشخص ثاني، يعني من إنسان كله حب ومشاعر لشخص ثاني غامض وما تعرفونه شون يريد. علاقتكم مثل كأنه مربطتكم ما تعرفون تحلونها أو ما تعرفون تتحررون منها، بنفس الوقت محتارين تشغلون عقلكم وتعوفون قلبكم أو العكس. يعني أشوفكم إذا اعتمدتوا على عقلكم ما توصلون للحل هاي العلاقة. أشوف بيناتكم رابط قوي بهاي العلاقة وعندكم أمل بيها، وممكن يكون بيناتكم قطع تواصل، ومع ذلك تفكرون بهذا الشخص. مشاعر الحالية اتجاهكم هواي يحبكم، مشتاق يكون وياكم، بس هو يواريكم العكس وما يريد يبين لكم مشاعر الحقيقية. انتوا خايفين من هالإنسان على الرغم من انه انتوا تعرفون ما راح يأذيكم، يحبكم بشكل مو طبيعي، بس ما يعرف يعبر عن حقيقة مشاعره. هو جدا جدا مشتاق لكم بالوقت الحالي إذا كنتم منفصلين، وحتى ممكن يسوي تخاطر وياكم، يعني مثل انتوا قاعدين وتحسون هالإنسان رأسا يجي على بالكم، هو هذا بسبب التخاطر، يعني دائما هو يفكر بيكم. انتوا لازم توازنون بين عقلكم وبين قلبكم بطريقة مدروسة، لأن انتوا تروحون بمخيلتكم لبعيد. خليكم بالواقع، حاولوا تشغلون عقلكم مو فقط قلبكم ويا هذا الشخص، رغم انه هالإنسان يحبكم، بس انتبهوا من طريقة تعاملكم وياه، لا تخلون مشاعركم هي اللي تسيطر عليكم. أشوف لكم بداية جديدة، بس انتم اللي لازم تاخذون الخطوة الأولى بهاي العلاقة، لأن ما أشوفه راح يسوي خطوة اتجاهكم. هذا الشيء طبعا يرجع لكم إذا تريدون تاخذون خطوة اتجاهه. شوفوا يعني هو هالإنسان يستاهل إنه تاخذون هالخطوة اتجاهه. أشوف ماكو خطط منه لكم لمدة شهر من هذا الفيديو إذا كان بيناتكم انقطاع تواصل. خلينا نشوف رسالة هذا الشخص لكم. هذا الشخص فقد القدرة على نفسه، ما يعرف شنو القرار الصح وشنو الخطوة اللي لازم يسويها لكم، وما يعرف شلون يتصرف. يتمنى يخبركم بحقيقة مشاعره بدون تردد وخوف. هذا الشخص مشتاق لكم ومشتاق يعرف هواي أمور عنكم، بس بالوقت الحالي ما راح ياخذ خطوة. شخصيته هو قوي بس مو قوي من داخل، ممكن تكونون أنتم أقوى منه وأنتم طاقتكم ناضجة أكثر من عنده. طاقته هو متهور وعشوائي. الإجابة على هالشخص حبه حقيقي أم لا؟ الشخص حبه حقيقي، بس أكو عنده خوف وتردد من هواي أمور اللي حكيتها لكم، فأكو أسباب يخليه ما ياخذ خطوة اتجاهكم، لكن هذا الشخص حبه حقيقي. لهنا أكون خلصت قراءة المجموعة الثانية، إن شاء الله عجبتكم وانطبقت عليكم. انتظروني بقراءة جديدة وفيديو جديد. دمتم بحفظ الرحمن ورعايته.